ب10 لاعبين من بداية المباراة. الاتحاد يقدم مدرسة في عالم كرة القدم. الاتحاد يقدم ملحمة تاريخية كروية عظيمة. اليوم عميد الأندية بين للعالم أن الشعار هو الذي يلعب، أن الإرث هو الذي يلعب. قسما بالله ما قصروا اللاعبين ولا كونسيساو على هذا الأداء الرجولي اللي قدموه اليوم ضد الهلال. بينوا للعالم أن الاتحاد يلعب بتاريخه وإرثه. بينوا للعالم أن الاتحاد مرعب في كأس النخبة ومرشح قوي لتحقيق كأس النخبة. هذا الفريق مرعب ب10 لاعبين يا رجل. كنت أفضل من الهلال وكدت أن تنتصر على نادي الهلال. مدرسة ملحمة، انتوا كنتوا بتشوفوا ماتش غير اللي احنا شفناه. وشعار ايه وإرث ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ سبب تعادل الاتحاد امام الهلال هو سوء الاداء الفني وتخاذل لاعبي الهلال، لكن الاتحاد طول المباراة 3 أو 4 هجمات من الهجمة اللي جه منها الهدف، وباقي المباراة حرسك هو اللي شايلك وتخاذل في إضاعة الفرص من جانب لاعبتي. فعلى اي اساس المبالغة المفرطة في الفرحة؟ الموضوع غير منطقي بالمرة. لا انت منافس على الدوري ولا النصر لو حققوا هيشاركك فيه مثلا، ولكن الدنيا كده الكبار دايما محاربين من اقل الفرق، وده اللي تعودنا عليه. وعلى العموم مبروك لكم التعادل اللي هي بالنسبة لي خسارة، بس ده الفرق بين الكبير اللي هدفه بطولة وبين الفريق اللي هدفه مباراة واحدة بس في الموسم وبس كده.